أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نار كاسة. حلقة اليوم بعنوان تحفيز أفراد المجتمع لتفعيل اهتمامهم بالعمل السياسي. بيسعدنا بحلقة اليوم أن نلتقي بأخوة أفاضل لهم باع طويل في المجتمع، في الأعمال المجتمعية، ومعروفين أيضا لهم اهتمام بالسياسة. بيسعدنا أن نلتقي اليوم مع الأستاذ محمد أزوقة، الكاتب والمهتم بالشؤون السياسية. كما يسعدنا أن نلتقي أيضا الدكتور مجد الدين خمش، وهو أكاديمي وأيضا من الناس المهتمين في المجال السياسي في مجتمع الشرق. أهلا وسهلا فيكم أخواننا الكرام. في البداية إحنا طبعا حسب الأدية كابزة، حسب العادات والتقاليد الشركسية، دائما نبدأ من الأكبر عمرا. فمشان هيك أستاذ محمد أزوقة في البداية بنرحب فيك، وإذا سمحت تعطينا نبذة عن نفسك، وخصوصا نشاطاتك في المؤسسات الشركسية والأكاديمية وأيضا الحياة السياسية، اهتماماتك بالحياة السياسية. تفضل أستاذ محمد أزوقة. شكرا على إتاحة هذه الفرصة لقناة نارت التي عودتنا دائما على الاهتمام، وأنا لا أنسى أبدا أنها سجلت لي 30 حلقة عن كتابي القضية الشركسية. أنا محمد أزوقة من مواليد 1942. عملت في حقلين حقيقة بالقطاع الخاص اللي هم التأمين والصناعة. بالتأمين اشتغلت تقريبا 35 سنة، وفي حقل الصناعة اشتغلت تقريبا 16-17 سنة. أنا كنت رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لصناعة الغسالات في بغداد من سنة 83 لسنة 91، وأخيرا افتتحت مكتب وساطة في التأمين واشتغلت في 20 سنة الباقيات. بدأت الكتابة بسنة 86، كتبت رواية اسمها الثلج الأسود، وأتبعتها ب8 أعمال أخرى. ثم بدأت الترجمة، ترجمت 27 كتاب من الإنجليزي للعربي، و4 كتب من العربي للإنجليزي. اهتماماتي في السياسة بدأت بكير من خمسينات القرن الماضي. كانت اهتماماتي أكثر شيء في حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكن لم أنتسب رسميا للحزب إلا في تركيا، وفي بعد ذلك في سوريا. أيضا أحمل هموم الأمة الشركسية، وهذه تجلت في كتابي القضية الشركسية اللي أعتقد كثير منكم شافوا حلقاتها في قناتنا. شكرا لهذه الفرصة. تسلم أستاذ محمد. دكتور مجد الدين خمش، أهلا وسهلا فيك، بنرحب فيك مرة ثانية. وإذا سمحت تعطينا لمحة أيضا عن شخصية واهتمام الدكتور مجد الدين أزوقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. تفضل دكتور. أهلا يا دكتور. احنا يعني سعداء أنه نكون معكم في هذه الأمسية. الأخ الصديق الأديب محمد أزوقة، الدكتور باسل، والسيدة سمر، يعني على قناة نارت الفضائية، وهي قناة رائدة ومتميزة الحقيقة. يعني أنا بدي أقول إنه إحنا في العالم الأكاديمي هو الواحد يعني يعمل كتربوي أولا، وكمدرس ثانيا،
ومن الناحية التربوية يعني بنهتم كثير في الجامعات بشكل خاص في الجامعة الأردنية، وأنا خدمت في الجامعة الأردنية على الأقل يمكن 42 سنة من بداية عملي الأكاديمي في الجامعة. واستلمت عمادة كلية الآداب في الجامعة الأردنية لفترة، ورئاسة قسم علم الاجتماع عدة دورات الحقيقة، ومجالس مختلفة ولجان، بالإضافة إلى لجان استشارية مع مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني. وساهمت بتأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أني أنا عضو عامل في عدد من هذه المنظمات. وإحنا يعني كان بهمنا في الجامعات أنه ندرب الطلبة على ممارسة الديمقراطية عمليا، من خلال أولا كان عندنا ما يسمى بجمعية الأقسام الطلابية، وجمعية القسم الطلابية هي تمثل القسم، وطلبة القسم بيكونوا هم الهيئة العامة التي تنتخب الحقيقة 8 أشخاص من الطلبة كهيئة إدارية. وهذه الهيئة الإدارية بدها تعمل نشاطات، وبدها تبرز صورة القسم، وبدها تربط أعضاء القسم مع بعضهم البعض ومع الجامعة ومع قضايا المجتمع. ويعني البعض ممكن يقول إنه هل هذا نشاط سياسي؟ نعم، هو نشاط اجتماعي ونشاط سياسي، لأنه أي نشاط جماعي موجه لتحقيق أهداف مشتركة هو له طابع سياسي. وكانت هذه الجمعيات لها دور كبير الحقيقة في التوازن الموجود في الجامعة وفي الاستقرار في الحياة الطلابية، لأنه يعني كانت تنقل وجهات نظر طلبة القسم إلى رئاسة القسم وإلى الجامعة، وتدافع عن مصالح الطلبة في القسم. فيما بعد يعني هذه الجمعية الطلابية للأسف يعني جمدت أو ألغيت، وظهر مجلس اتحاد الطلبة. أنا كان لي رأي وكتبت هذا الرأي وناقشت إدارة الجامعة فيه، إنه يعني إحنا كان المفروض نبقي على الجمعيات الطلابية بالأقسام، لأنه هذه الجمعيات الطلابية بالأقسام كانت تحافظ على هوية التخصص، هوية أكاديمية للطلبة، وتدمج الطلبة من شتى المنابت والأصول، من الريف، من البادية، من المخيمات، من أحياء المدن، تدمجهم ضمن هوية التخصص. وهذا كان يعمل استقرار الحقيقة، استقرار في الحياة الطلابية في الحرم الجامعي، وأيضا استقرار في الأقسام. اتحاد الطلبة، تجربة اتحاد الطلبة الحقيقة، طبعا احنا كنا نشرف على الحملات الانتخابية وعلى الترشيح وعلى تنظيم الانتخابات، ونحرص على أنه يكون التنظيم شفاف وعادل وكفؤ ناجح، بحيث أنه يعني ينتج لنا تجربة ومجلس طلبة يمثل الطلبة، وفي نفس الوقت أنه يكون في تدريب عملي تطبيقي للطلبة على الترشح وعلى الحملات الانتخابية وتنظيمها وعلى ممارسة حق الاقتراع. طبعا كان بهمنا دائما أنه يعني عدد الطلبة الذين يقترعون أنه يكون عدد كبير، يعني ما كنا نرضى بنسبة 50% من الطلبة أنهم يجوا ينتخبوا، كان بدنا يكون أكثر. ولكن في أغلب السنوات يعني كانت نسبة الاقتراع يعني قريبة من 60% من الطلبة الذين يحق لهم طبعا الاقتراع، وهذه نسبة لا شك أنه يعني جيدة مقارنة بمثلا
نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية العامة، واللي كانت يعني كمان في أغلب السنوات قريبة من 50 55% 57%. في بعض الدوائر كانت ضعيفة، ولكن خارج عمان مثلا في دوائر البادية دوائر القرى كانت تصل إلى 80%. ليه؟ لأنه في التزام متبادل. هذا الالتزام المتبادل الموجود في بعض الدوائر الحقيقة كان يحفز الأفراد، يحفز الناس والجماعات على أنهم يروحوا يوم الاقتراع ويمارسوا حقهم الديمقراطي في انتخاب المرشح الذي يمثلهم. في بعض الدوائر دكتور احنا مشان عندنا مجموعه كبيره من الاسئله، خلينا نروح على الاسئله مباشره وشوي شوي بنصير ندخل في التجارب العمليه اللي صارت معكم. بدي ارجع للاستاذ محمد أزوقة. الاسئله اللي تنطرح عاده في مجتمعنا، احنا مجتمعنا طبعا سياسيا كان دائما كان محافظ، وفجاه احنا هلا عم ندخل في مرحله انه كل البلد مطلوب منها انها تساهم في العمليه السياسيه ومنها مجتمعنا. فاحنا يعني احدى مهامنا او الناس اللي معنيين بالسياسه بالملف السياسي في مجتمعنا معنيين بانه يعني يشرحوا لمجتمعنا لماذا علينا التعامل بالشأن، ليش احنا بدنا نصير نتعامل بالشأن السياسي، وليش السياسه مهمه بالنسبه للافراد وللمجتمع. ما احنا يعني خلال هال100 سنه من تاسيس الاردن واحنا بعاد عن السياسه، فلماذا الان؟ لماذا الان نحتاج الى دخول عالم السياسه؟ تفضل استاذ محمد. شكرا. فاتني بس اقول اني انا حاليا عضو في المجلس العشائري الشركسي الاردني من 16-17 سنه، وعضو في الامانه العامه للتيار القومي في رابطه الكتاب. بالنسبه لسؤالك دكتور، الحقيقه انه اللي حفز كل هذه الامور بدايه هي الرسائل الملكيه الساميه اللي اطلقها جلاله الملك سنه 2013، ومن ضمنها احدى الرسائل قالت على انه يجب على الشعب الاردني، على المواطن الاردني، ان يكون فعال في السياسه وان يدخل الاحزاب الى اخر هذه القصه. بعدين في السنه الماضيه شكل جلاله الملك لجنه للتحديث السياسي، اسمها لجنة التحديث السياسي، من 92 شخصية أردنية وبرئاسة دولة سمير الرفاعي. كانت وظيفة هذه اللجنة العمل على تحديث الأنظمة السياسية وتحفيز نشوء الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب بالإضافة إلى التعديلات الدستورية. هذا الكلام إذا أخذناه بشيء من التفصيل معناته أنه الحياة الحزبية ستدخل الأردن من أوسع أبوابها، وسيصبح الوضع السياسي الأردني منوط بالمشاركة السياسية الفعالة. مثلا إحدى مخرجات اللجنة التحديث بتقول إنه الدورة النيابية القادمة راح يكون نسبة الحزبيين فيها 30%، وسترتفع هذه النسبة في الدورة اللي بعديها إلى 65%، وقد تصل إلى 85% بعد 10 سنوات، أي في الدورة الثالثة القادمة. أيضا لمسنا تغيير في موضوع الكوتا. الكوتا الآن أصبح في 3 مقاعد للشركس والشيشان، أصبح في منها مقعد حزبي واحد ومقعدين للكوتا، وفي الدورة القادمة راح يكون في مقعدين حزبيين وواحد للكوتا، وفي الثالثة 3 راح تكون حزبية. بمعنى أنه إذا
لم يدخل الشراكسة في الأحزاب أو يشكلوا حزب فلن يكون لديهم تمثيل نيابي. طبعا احنا شكلنا لجنة للاعتراض على إلغاء الكوتا، لأنه شعبنا لا يزال مش جاهز لموضوع الدخول في المعترك السياسي. والسبب أنه كانوا يعتقدوا الشراكسة من خمسينيات القرن الماضي على أنه العمل السياسي يخالف أو يعاكس توجهات جلالة الملك، ولذلك أغلبهم لم يدخل في المعترك السياسي بناء على هذه الواقعة. أما الآن فالأمور اختلفت ويجب التحرك. أستاذ محمد، يعني عم تحكي بأنه البلد متجهة باتجاه السياسة، وإذا مجتمعنا ما أخذ دوره بهذا الموضوع الناس الثانيين راح يكون لهم علاقة في هذا المجال، ومجتمعنا بيضلوا خارج هذا الإطار، والناس اللي بيتخلفوا عن هذا الموضوع بيخسروا أمور كثيرة يعني بحياتهم. دكتور مجد الدين، في توجهات سياسية كثيرة مطروحة على الساحة، شيء يساري، شيء يميني، قد يكون في هناك اتجاهات دين يعني تعتمد على الأمور الدينية، بتعتمد على أطراف مختلفة، يسار يمين. فمجتمعنا الشركسي أين تكمن مصالح مجتمعنا الشركسي، وأي التيارات اللي أنت بتشوف بأنها بتخدم مصلحته كفئة من فئات المجتمع في الأردن؟ دكتور تفضل. نعم، هو شو مصلحة المجتمع الشركسي هو أنه ينخرط في التوجهات التحديثية السياسية، يعني في عملية تشكيل الأحزاب أو الانضمام إلى الأحزاب بالسرعة الممكنة، لأنه الآن هو الموسم يعني، وهذا الموسم ملائم جدا للحياة الحزبية وتشكيل الأحزاب وطرحها والاشتراك فيها. يعني زي ما تفضل أخي محمد لزوقة، يعني توجيهات جلالة سيدنا يعني واضحة وقوية إنه الحياة الحزبية مهمة، وهذا كمان يعني انعكس في الأوراق النقاشية الملكية. كان في تأكيد كبير على المواطنة الفاعلة المشاركة، والمواطنة الفاعلة المشاركة الحقيقة إنه المشاركة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فالآن الدولة كلها تتوجه لتجربة حزبية جديدة غنية، والمجتمع كله الحقيقة يعني بدأ يتحرك للاستفادة من هذه التجربة. مصلحة المجتمع أو العشيرة الشركسية ومصلحة العشائر الأخرى وكل مكونات المجتمع الأردني، المصلحة هي إنه إحنا نسير في ركاب الدولة ونسير بحسب توجيهات سيدنا، ونبدأ بالسرعة الممكنة في توعية شبابنا وإعادة توجيههم نحو الحياة الحزبية ونحو المشاركة في تشكيل الأحزاب، لأنه من خلال الأحزاب نستطيع أن نشارك في الحياة السياسية في مجلس النواب وفي مجلس الأعيان وفي الحكومة إلى آخره، وأن يكون لنا دور في تقرير قضايا المجتمع بشكل عام. الآن طبعا في يعني الأحزاب يعني عادة في عندنا على اليسار، في عندنا اليمين، وفي عندنا الوسط، والأحزاب الوسطية هي الأحزاب الوطنية. وأنا أرى يعني من خلال رؤيتي حاليا، وإحنا يعني بالفعل خضنا تجربة في تشكيل حزب وطني معتدل له حزب المواطنة الأردني، وحصلنا على الموافقة الرسمية من وزارة الشؤون السياسية مؤخرا. وكان يعني واضح أنه الأحزاب الوطنية
هي يمكن أن تمثل غالبية التوجهات الموجودة لدى الناس في المجتمع. يعني أغلب الناس في الأردن بيميلوا للاعتدال والوسطية، وبيميلوا للمواطنة والوطنية، الانتماء للأردن والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة. وبالتالي يعني هذه التيارات الوسطية المعتدلة أنا أرى أنه هي اللي ممكن تستقطب يعني غالبية أبناء عشيرتنا الشركسية، وهي التي يمكن أن تستقطب الحقيقة غالبية الجماعات والأفراد في المجتمع الأردني. نعم. أستاذ أزوقة، تكملة يمكن للسؤال اللي سألتك إياه قبل، ولكن بإطار آخر، اللي هو يعني كثير من الناس اللي بيعترضوا على الأحزاب وبيعترضوا على حتى النواب والعمل السياسي، يعني بيعتبروا انه يعني هم ما لهم مصالح بالنشاط السياسي، وانه اعضاء البرلمان او الناس اللي بيرشحوا انفسهم يعني بيهتموا بمصالحهم الخاصه اكثر من اهتمامهم بمصالح المجتمع. فما بين يعني المصلحه الفرديه للسياسي وما بين المصلحه العامه للمجتمع وللبلد، يعني كيف المواطن بده يتوجه، كيف بده يستثمر؟ يعني اذا انه هو مش حاسس انه عضو البرلمان عم يخدمه او عم بيقدم له اي شيء اضافي جديد بحياته، اين تكمن يعني القضيه اللي لها علاقه بانه السياسي عم بيخدم المجتمع ام عم بيخدم نفسه؟ تفضل استاذ أزوقة. شكرا. الحقيقه يعني اللي تكلمت فيه صحيح بالنسبه للوضع الحالي، انما لما بيكون في بالبلد أحزاب قادرة على إيصال نواب إلى مجلس النواب، هذا يعني أن هذه الأحزاب ترسم سياسات محددة وبرامج معروفة وخطط للحكم وللوصول إلى الغايات التي ينشدها الوطن، سواء في الاقتصاد أو الصحة أو الاجتماع أو حتى في القضايا الأمنية. لذلك يكون النواب الذين يرسلهم الأحزاب وترشحهم الأحزاب وينجحوا في الوصول إلى قبة البرلمان يكونون مسؤولين أمام أحزابهم، مما يشكل عليهم واجباً بالعمل ضمن الخطط التي وضعها الحزب لهم. وهذا من الرؤى الملكية اللي كانت فعلا منتجة وطلعت بهذه النتائج. إلا أننا يجب أن نتجاوز خطوة مهمة جدا في موضوع الأحزاب الحالية. الأحزاب الحالية الآن 52 حزب مسجل و18 حزب في طور التسجيل. هذا يعني أنه قواعدها الحزبية ضعيفة جدا بسبب الكثرة، وهذا أيضا يعني أنه لن يستطيع معظم هذه الأحزاب أن يوصل نوابا إلى مجلس النواب إذا بقيوا على هذه الأعداد المتفرقة. أحد المشاركين في لجنة التحديث قال لي بالحرف الواحد أنه في 16 حزب يحملون نفس البرامج ونفس المبادئ ونفس التوجهات. إذن ما الذي يمنع هذه الأحزاب من أن تتوحد وتنشئ أحزابا كبرى قادرة على إيصال نواب تحت قبة البرلمان؟ حاليا ما في أكثر من حزبين أو 3 قادرين على أن يوصلوا نواب إلى قبة البرلمان، وهؤلاء
يعني بكل صراحة قادرين على أن يتحكموا بالنواب ويرشدوهم إلى سياسة الحزب وبرامجه ومبادئه وعقائده، وهكذا نضمن صحة التوجه في المستقبل إن شاء الله. احنا مشان نطلع شوي عن الإطار الروتيني للمقابلة، إذا بالإمكان الأخت سمر أيتوقة في الإعداد تحط لنا صورة لكاريكاتير، وحابب إنه حضراتكم تعلقوا على هاي الصورة. في النهاية بيقولوا الصورة بتغني عن 1000 كلمة، مشان هيك إذا في مجال الأخت سمر إذا بتحط لنا الكاريكاتير. طبعا هذا الكاريكاتير عالمي، بس احنا زبطنا الشخص هذا اللي ببين في الزاويه، زبطناه لبسناه كلبك مشان يعطي انطباع بانه هذا شخص شخص. نعم. دكتور مجد الدين، شو بتعلق على هذا الكاريكاتير؟ ماذا يوحي لك؟ لا، كاريكاتير جميل ومعبر، يعني بيرتبط بالكلام اللي بتفضل فيه الأخ محمد. يعني هو المرشح أو النائب أو المسؤول يعني بده يكون يمثل مصالح مجموعة من الناس، وهدول الناس يعني طالما أنه بشعروا أنه هو يخدم مصالحهم فهم يؤيدونه، يقفون، يستمرون بالوقوف معه، وهذا يحميه من السقوط. ولكن إذا بدوا يشعروا أنه هذا المرشح أو هذا المسؤول أو هذا الممثل لهم النائب مثلا توقف عن خدمة مصالحهم أو تمثيل مصالحهم، فيبدأون بالانسحاب، يبدأون بالابتعاد والتوقف عن تأييده. ومثل هذا التوقف عن تأييده بالتدريج سيؤدي إلى سقوطه. يعني نأمل أنه لا يسقط في هو سحيقة، وإنما يسقط سياسيا طبعا هو ويخرج من السباق. أنا بس بدي أشير لشغلة، يعني إنه يعني إحنا ما بدنا نكون يعني كتير متوجسين. السياسة يعني هي عملية توازنات، والحقيقة هي خاضعة للمصالح في الدرجة الأولى، مصالح الجماعة ومصالح الفرد. يعني دائما هو حتى الفرد وهو يحقق مصالحه أو يسعى لتحقيق مصالحه هو الحقيقة يخدم المجتمع ويخدم الجماعة، ولكن هناك ضوابط. يعني في التجربة الحزبية الجديدة الحالية في ضوابط، هذه الضوابط على المرشح الحزبي ضوابط من الحزب ومن المجتمع ومن المؤسسات التي تتابع عملية الترشيح والانتخاب ومنظمات المجتمع والإعلام. يعني الإعلام من الآن بدأ يتابع ويحلل ويقيم الحقيقة، وبالتالي يعني في ضوابط على أنه يلتزم ببرنامج الحزب ويلتزم بمصالح الوطن ويلتزم بمصالح المجموعة التي يمثلها. وبالتالي يعني راح تكون تجربة أنا متفائل فيها، تجربة غنية. الآن بالنسبة لتعدد الأحزاب، يعني صاير في 18. بس دكتور خلينا نقطة مشان ما نطلع عن جو الكاريكاتير اللي حطيناه، مشان نسمع رأي الأستاذ أزوقة كمان. بس هذه أكمل هذه النقطة قبل ما ننتهي. إنه يعني هذه الأحزاب الحقيقة، يعني إحنا كمان ممكن ناخذ الكاريكاتير إنه هذا الشخص اللي واقف وراء الميكروفون إنه هو حزب الحقيقة وهذا جمهور من الأحزاب. مهم جدا إنه الأحزاب في المرحلة المقبلة وبدأت تفكر في موضوع الائتلافات، تحالفات، الاندماج. لذلك يعني سنجد في المرحلة القادمة إنه 3-4 أحزاب صغيرة تندمج مع بعض لتشكل حزبا كبيرا مؤثرا بشكل أكبر من حجمها. يعني شكرا. أستاذ أزوقة، في عندك إضافة على موضوع الكاريكاتير؟ والله هذا الكاريكاتير حقيقة مرعب. يعني شوف، تخلي فرد واحد
عن المجموعة قد يؤدي إلى كارثة، والكارثة لن تشمل المرشح الذي يلقي الكلمة، بل أيضا ستسحب الجمهور اللي واقف يستمع معه. فهذا تأكيد على ضرورة المشاركة في العمل السياسي، وكاركتير ناجح حقيقة. يعني دور الشركة أنا شخصيا بشوفه بأنه يعني حتى لو كنا إحنا عددنا قليل، ولكن زي ما تفضلتوا إنه شخص واحد إذا ما كان موجود ممكن إنه يقلب الموازنة كلها والمعادلة. فوجود أي شخص من عندنا من المجتمع بيشارك وبيساهم هو ضرورة، لأنه بيفرق كثير يعني الشخص يعني بالمعادلة. بدي أرجع للدكتور مجدي، بما أنه حضرتك أحد المساهمين في حزب من الأحزاب اللي تسجلت حديثا، وإحنا بنعرف أنه صار أكثر من 50 حزب مسجلين، يعني يمكن حوالي 52 حزب، ويمكن في أحزاب كمان موجودة تحت التأسيس. والأستاذ محمد أزوقة أشار أنه في أحزاب يعني تقريبا معظمها نفس التوجه. يعني إذا بتطلع على البرنامج راح تشوف إنه البرنامج نفس الشيء، كلياتهم وسط، كلياتهم محافظين، كلياتهم بهمهم مصلحة البلد ومصلحة المواطن. ويبدو في كثير من الأحيان يعني إذا بدنا نحكي بصراحة، معظم الأحزاب عم تتشكل مش إنه عندها برنامج مميز، عم تتشكل على أو حول شخص معين، شخصية معينة بتجمع مجموعة من الناس حولها. وطبعا يعني الأحزاب بشكل أو بآخر يعني بدها تمويل، فعلى الأغلب إنه في شخص ممول لحزب، ومن دون ما يكون في عندهم أي ميزة أخرى عن 50 أو 52 حزب آخر. فما رأيك؟ هل هذا وضع صحي أم هذا وضع يمكن معالجته؟ تفضل أستاذ دكتور. يعني الحقيقة أنه يعني ديناميات تشكيل الجمعية أو الحزب أو أي تجمع، يعني هذه الديناميات تقتضي وجود محفز، وجود شخص قيادي أو مجموعة قيادية، يعني نواة. النواة ممكن تكون 3 أشخاص، 4 أشخاص، 10. كل ما كانت النواة أكبر لا شك أنه كل ما كان أفضل، ولكن يعني لابد من وجود يعني قائد يسير، وقائد الحقيقة نشط ومؤمن بالفكرة، بيلتف حوله عدد من الأشخاص، وفيما بعد يعني يشكلون هذا التجمع أو هذا الحزب. هذا لا يعني إنه بده يكون في احتكار أو بده يكون في ديكتاتورية، لأنه النظام الداخلي للحزب الذي يقدم لوزارة الشؤون السياسية، هذا النظام الداخلي فيه بنود ومبادئ ومجالس ولجان، كلها الحقيقة تعمل على توزيع عملية اتخاذ القرار، يعني توزيع السلطة، وبالتالي ضمان القرار الديمقراطي على مستوى الحزب وعلى مستوى عدد من الأحزاب. أنا أرى أنه يعني إحنا في طور الدخول في تجربة جديدة، ونحن نتعلم، وأنا أفضل دائما التعلم التطبيقي، أنه إحنا نتعلم من خلال الممارسة. يعني لا نتعلم فقط عن بعد وإنما ندخل التجربة ونواجه تحديات ونحل هذه التحديات، وفي الأثناء نتعلم ونطور استجابتنا ونطور برامجنا. بدي أشير كمان لنقطة، أنه بالرغم من أنه كثير من البرامج متشابهة، هو فيما بعد الذي يحكم البرامج هذه بدها تدخل في تنافسات، بدها تدخل في صراعات، وبالتالي الذي يحكم البرنامج الفائز هو توازن القوى. يعني بده يكون في توازن للقوى بين مجموعة من الأحزاب، مجموعة من القوى السياسية، وهذا التوازن هو الذي يقرر اعتماد برنامج معين أو عدم اعتماد برنامج آخر، بوجود قناعة أنه هذا البرنامج الذي يعتمد هو يمثل
مصلحة الأغلبية أو يمثل مصلحة المجتمع أفضل من غيره. نعم. أستاذ محمد أزوقة، يعني أنا راح أسأل السؤال هذا بإطار آخر، يعني نفس المحور اللي عم نحكي فيه، ولكن بدي أرجع على البرامج تبعت الأحزاب اللي عم تنتظر أن تطرح، وبدي أطلع على وضع بدي أسأل على موضوع الأحزاب في المرحلة الحالية. يعني معظم الأحزاب القديمة وصاحبة الفكر والاستراتيجيات اللي كانت موجودة أول، يبدو أنه يعني نقدر نحكي أنها الأيديولوجيات القديمة فلست، يعني لم تعد كما كانت. يعني إذا بنيجي على الشيوعية بطل لها وزن. إذا جينا على حتى الموضوع القومية العربية، أكبر حزبين أو أكبر بلدين كانوا شغالين في هذا الموضوع حاليا عندهم مشاكل مع الأيديولوجية اللي كانوا طارحينها. ففي تراجع بهذا الموضوع، في تراجع بالاشتراكية، في تراجع حتى بالأحزاب الدينية. الأصوات اللي بتاخذها بطلت زي زمان، بنفس الوقت هي محاربة في العديد من الدول العربية والإسلامية نفسها. فالأيديولوجيات القديمة اللي كانت موجودة واللي كانت بتعطي برامج قوية، كانوا الناس يهتموا بهاي البرامج. أنا بستغرب يعني شو البرامج اللي ممكن تطرحها الأحزاب الحالية؟ يعني وضعها صعب جدا. إحنا عم بنشكل أحزاب في الفترة اللي بطل في أيديولوجيات قوية تجذب الجمهور زي ما كان قبل 30 سنة. ما هي هاي الأيديولوجيات اللي بتنطرح اليوم؟ ما رأيك أستاذ أزوقة؟ شو ممكن يطرحوا الأحزاب في المرحلة الحالية؟ هذا سؤال حقيقة شوي متشعب، لكن بدي أبدأ معك بموضوع الأحزاب الأيديولوجية. خلينا نأخذ الحزب الشيوعي. عندما ننظر الآن إلى الصين نذهل. كل سنة بيجتمع 4 إلى 5 آلاف مندوب لابسين بدلات سود وكرافتات رسمية، بيسكروا على حالهم، بيجتمعوا، بيرسموا سياسة العام القادم وبينصرفوا وما حدا بيعرف شو اللي حكوه. ولكن بنفس الوقت بنلاحظ إنه الصين عمال تزدهر. السبب في رأيي المتواضع هو إنه الحزب الشيوعي الصيني استطاع أن يتطور مع حاجات المجتمع الصيني وحاجات العالم، بمعنى إنه أعطى الفرصة للفرد الصيني أن يبدع ضمن المعطيات اللي وفرتها له الدولة الصينية. وحتى لو أصبح من أصحاب المليارات ما عندهم مشكلة في ذلك. وأكبر دليل على هذا الموضوع شركة علي بابا اللي كلنا بنعرفها، تشتغل بحوالي 2 تريليون دولار. هلأ ما هو سبب النجاح؟ سبب النجاح أنه استطاعت الصين أن تطور الفكر الماركسي إلى ما يقارب ملامسة حاجات الإنسان الصيني وملامسة مجريات العالم من حوله. تنين، بالنسبة للحزبين، حزب البعث في سوريا وحزب البعث في العراق، في الحقيقة هم ما دمروا بسبب فساد الفكر، هم دمروا بسبب تسلط إسرائيل والصهيونية وأمريكا عليهم. والدليل قائم، العراق احتل ودمر تحت كذبة أسلحة الدمار الشامل، وسوريا إلى الآن مستعمرة من قبل تركيا وأمريكا و30 منظمة أخرى ممولة من قبل الأمريكان. لكن هذا لا يعني أنه يتجمد الفكر الحزب في عند مرحلة معينة. الحزب يجب أن دوما يكون قابل للتطور وأن لا تتجمد أفكاره. مثلا في الحزب الشيوعي السوفيتي
ورغم أنهم بنوا الاتحاد السوفيتي اللي كان أقوى قوة وإلى آخره، أحد كبار المسؤولين في موسكو صرح لصحفي قال له أنا صار لي 28 سنة ما نزلتش مشيت على الرصيف. فهذا يدل على كون المسؤولين غائبين عن الشعب وعن ما يريده الشعب وإلى آخره. فاللي أراد أقوله أنا إنه هذه الأحزاب يجب أن تتخلى عن المركزية في صنع القرار، ويجب أن تنظر إلى ما يريده المواطن وتلاحق التطورات. بالنسبة للأردن، الأحزاب المطلوبة الآن أحزاب تعالج المشاكل القائمة وتضع خطط لتطوير الاقتصاد الأردني حتى نبطل نحن موضوع التبعية والحاجة إلى المساعدات الأجنبية والعربية. مثلا موضوع البوتاس والفوسفات ما زلنا نبيع السلعتين هدول الكبار بشكل مادة خام. عندنا الصخر الزيتي كل ما عملناه حتى الآن، مع أنه صار لنا أكثر من 25 سنة عم نقول أنه يجب أن يتطور هذا المعدن أو هذه المادة إلى أن تصنع بترول الأردن مع شوية تعديلات، لكن إلى الآن كل ما عم بيعملوه أنه بيحرقوه. أيضا النحاس طلعت قصة مليون مرة، وطبعا ما بدي أحكي عن المشكلة اللي بيعاني فيها كل الناس، ونضل نطلع على السماء نقول يا رب تشتي، لأنه خايفين من العطش. هذه الأحزاب اللي موجودة واللي ستنشأ واللي إن شاء الله بتتوحد حتى تصير 3-4 أحزاب زي ما قال الدكتور، يجب أن تنظر في كل هذه المشاكل، ويجب أن تضع البرامج لتحديث. الأردن ليس فقيرا على الإطلاق. الأردن ينقص التنظيم، ينقص التخطيط السليم، ينقص أحزاب قادرة على أن توصل نواب ببرامج يفرضوها على الحكومة، وإلا يسحبوا منها الثقة ليشكلوا حكومة أخرى. معناته احنا على امل انه الاحزاب تقعد مع بعض وتوحد برامجها وتوحد رؤياها، وانه العدد الزائد هذا يعني بضعف الفرص بانه يكون في برامج قويه عم تنطرح على الساحه. برضه مشان نطلع شوي هيك عن الاطار اللي مشت فيه الحلقه ونرجع للمجتمع الشركسي، لانه يعني اولا واخرا تلفزيون نارت موجه للمجتمع الشركسي، فبدي ارجعكم على هذا الموضوع. اذا الاستاذه سمر تعرض لنا الصوره الثانيه. في الصوره الثانيه في مجموعه من الاطر اللي المقترحه كيف احنا بدنا نشجع مجتمعنا مشان يدخل في عالم السياسه. أي صورة أو أي شكل من الأشكال التالية المبينة على الشاشة بتعتقدوا لازم نعطيها أولوية، أو كيف لازم نرتب الأولويات؟ لأنه زي ما بتعرفوا أي عمل أو أي توعية أو أي برامج توعية بحاجة إنه نشجع فيها المجتمع على إنه يكون عنده أولويات. فماذا تنصحون مجتمعنا الشركسي أن يعمل؟ دكتور مجد الدين خمش، الصورة إذا كانت واضحة عندك أرجو أن تعلق على هذه البنود. ما هي الأولويات مشان نشجع الناس أو مجتمعنا الشركسي بشكل خاص حول الانخراط في العمل السياسي؟ تفضل دكتور. يعني أنا بقول إنه هذه النقاط كلها مهمة، وهي كلها برنامج عمل للمشاركة مهمة كثير الحقيقة. يعني بيهمنا إحنا إنه الشباب يعني نحمسهم وفي نفس الوقت نحفزهم ونعطيهم المعلومات العملية التطبيقية المناسبة مثل هذه. يعني إنه
بدك تشارك في التصويت في الانتخابات، ولكن في البداية بدك تروح تكون أنت مسجل في اللوائح الانتخابية. شايف؟ والحقيقة أنه الآن يعني التسجيل في اللوائح الانتخابية يتم بشكل يعني سريع، والكل تقريبا مسجل كأنه مقترع، ولكن بهمنا أنه نحمسه أنه يوم الانتخابات أو قبل الانتخابات يشارك في الحملات الانتخابية بالدعاية وبدعم أحد المرشحين، ويتابع الأمور السياسية بالمناقشات والندوات. والأمور السياسية يكون على قناعة تامة أنه هي جزء من الحياة وجزء مهم وجزء شرعي وقانوني، ولازم كلياتنا نمارس السياسة كما نمارس العمل الاجتماعي أو العمل الخيري، لأنه السياسة يعني هي خدمة للمجتمع وخدمة للدولة وخدمة للمجتمع كأفراد أيضا يعني أنه قضية تشكيل الأحزاب في البداية يعني يظهر أنه تشكيل الحزب عملية صعبة ومعقدة، ولكن يعني هي عملية ممكنة، ويستطيعوا يعني مجموعة من الأفراد بالفعل أنهم يشكلوا هذا الحزب، وبدهم يمروا طبعا بمراحل معينة ويقوموا بإجراءات محددة لتشكيل الحزب. وإنما بهمنا أنه يكون في قناعة وثقة ومعرفة بكل الإجراءات. يعني أنا في رأيي أنه أهم شيء أنه إحنا نشرح الإجراءات المطلوبة للشباب، لأنه لما يشوفوا أنه هذه الإجراءات صار يفهموها وممكن يعملوها، تصبح العملية أسهل بكثير ويزول الغموض. الآن طبعا بده يكون في أيضا، إحنا بدنا نقنع يعني عدد أكبر من شبابنا إنه يعني مش غلط إنك أنت تترشح لمنصب سياسي أو تترشح لمنصب إداري، قد تنجح وقد تفشل، وإذا نجحت يعني إحنا بنبارك لك وبنهنيك وبنفس الوقت تمارس صلاحيات، وإذا فشلت هذه ليست مشكلة، ليست نهاية العالم. إذا فشلت اليوم ستنجح بعد أسبوع، ستنجح بعد شهر، لكن المهم إنك أنت تدخل التجربة. إحنا عند شبابنا قضية الخوف من الفشل هذه مبالغ فيها، يعني دائما بقول لك يا أخي يعني يمكن ما أنجح، يمكن ما يدعموني. معلش، أنت ادخل التجربة، حاول، ابذل جهدك وتفاءل بالنجاح. احتمال كبير إنك تنجح، احتمال آخر إنه أنت لا تنجح، ليست نهاية العالم. أنا بقول إنه يعني شبابنا واعي وشبابنا جيد، لأنه لاحظ كيف شبابنا بنخرط في العمل التطوعي بسهولة، لأنه هو معتاد على العمل التطوعي. العمل السياسي هو شكل من أشكال العمل التطوعي أيضا، وشكل من أشكال خدمة المجتمع وخدمة الصالح العام، وبالتالي يعني بدنا ينقلوا خبرتهم في العمل الاجتماعي إلى العمل السياسي، وسيجدون أنه ما في فرق كبير في الجهد أو في الإجراءات أو في النتائج. شكرا. أستاذ محمد أزوقة، أنا بدي أروح على موضوع آخر. بما أنه حضرتك عضو بالمجلس العشائري، طبعا التغيرات اللي عم بتصير هي تغيرات مهمة بالنسبة لمجتمعنا الشركسي، وإحنا عندنا مؤسسات شركسية بعضها معني بالنشاط السياسي، وبعضها قد يكون مش معني. المؤسسات اللي مسجلة رسميا في الدولة في الأردن واللي تهتم بالشؤون الشركسية، بعضها أندية رياضية، بعضها أندية ثقافية، بعضها أندية علاقة بالفولكلور، ولكن احنا في عندنا مؤسسات مهتمة بالسياسة. الهيئة الشبابية
الأردنية الشركسية، الحاكمية، المجلس العشائري. وفي ناس بيشوفوا انه الجمعيه الخيريه الشركسيه كالمؤسسه الام والاقدم والاقوى من ناحيه القدرات والانتشار. فهاي المؤسسات قد تكون اي منها او كلياتها معنيه بالشأن السياسي. فبرأيك ما هو دور المؤسسات الشركسية في دعم عملية تحديث المنظومة السياسية والمشاركة في هذا الموضوع؟ شكرا، سؤال مهم جدا. أظني بتتذكر حضرتك أنه قبل حوالي 3 أشهر المجلس العشائري دعا إلى اجتماع لرؤساء وممثلي كافة المؤسسات الشركسية المدنية، والتقوا كلهم مؤسسين ورؤساء وممثلي 13 مؤسسة في قاعة المجلس العشائري الشركسي، وتداولوا فيما بينهم عن الدور الذي يجب أن تلعبه كل المؤسسات. انتهوا إلى قرار مهم جدا في رأيي المتواضع، وهو أنه تشكل لجان من الناشطين، واللي هي أبرزها حقيقة لجنة المثابرة والمبادرة واللي الدكتور أنت بتعرفها. وأيضا المجلس العشائري شكل لجنة التنمية السياسية، وكل هذه تسعى إلى بلورة الفكر السياسي وخلق اهتمام لدى خاصة الشباب والمرأة لخوض العمل السياسي والتطوعي والعمل السياسي الحر. وموضوع الأحزاب والانتخابات يعني خليني أحكيها هلأ. بالنسبة للموضوع الكوتا، والكوتا يعني جاثمة على صدورنا. الكوتا موجودة للبدو والمسيحيين والشركس. لو ألغيت الكوتا عن البدو ما عندهم مشكلة على الإطلاق ولن تؤثر عليهم. السبب أنه في كل الانتخابات، الحملات الانتخابية اللي بتحصل، مستوى المشاركة بيكون مرتفع جدا جدا، يعني من 70 إلى 80% ممن يحق لهم التصويت عمال بيروحوا بصوتوا. فبالتالي في المستقبل مهما حصل راح يقدروا يوصلوا هم مرشحين لهم، سواء من داخل الأحزاب أو من العشائر نفسها. بينما يؤسفني أقول، وهذه كلمة حق لابد من قولها، أنه نسبة المشاركين في الانتخابات من الشراكسة لا تصل إلى 20%. وسامحوني ما راح أقول الرقم لأنه مرعب. فالمؤسسات كلها اتفقت على أنه تشرف هي وتدعم هذه التوجهات. الآن صار في لقاءات مع لجنة المبادرة ولجنة التنمية السياسية للمجلس العشائري، وخرجنا ب4 محاور رئيسية لمبادرة التوعية السياسية. اسمحوا لي أقرأها لأنه أنا بعتقد أنها مهمة جدا. أولا، توحيد الجهود لمواكبة التغيرات السياسية المطروحة على الساحة. 2، تحقيق المصالح العليا للمجتمع الشركسي وإيجاد جيل منتمي وواعي من خلال التنظيمات السياسية. 3، حماية وتعزيز الحقوق الشركسية في الدولة. 4، إطلاق المبادرة الشركسية للتوعية السياسية. وربما يعني يجب أن أتوقف عند الرابعة لأنه ذات علاقة بدور المؤسسات. المؤسسات وعدت كلها على أنه
ترعى هذه الحركة اللي هي التوعية السياسية، وأن يكون من كل مؤسسة ممثل واحد على الأقل اللي يشارك في هذه المواضيع. إحنا في آخر اجتماع عقد للمحامين بدعم منك دكتور في ناعور، شكلنا لجنة، وهذه اللجنة صاغت بيان سوف يقدم إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، والتي يشارك فيها النائبين عدنان مشوقة وخلدون حينة. هذه المذكرة تدعو اللجنة القانونية إلى التوقف عن البحث في موضوع إلغاء الكوتا الشركسية تدريجيا، لأنه إحنا عم نقول إنه لا يزال المجتمع الشركسي يقف عند بعض التحفظات، وبرغم أنه بلش يدرك ما يجري من تغيرات وسيتوافق مع رغبات جلالة الملك والتحرك الشعبي كله نحو التحزب ونحو الانتخابات ونحو النشاط السياسي، إلا أننا بحاجة أيضا إلى بعض الوقت حتى نستجمع قوانا ونرفع نسبة المشاركة في الانتخاب. وأنا بعتقد أنه حتى الآن يعني المؤسسات الشركسية عم تعمل ضمن ما يسمح به القانون وضمن ما تسمح به قدراتها، و اللجان الناشطة حقيقة ما عم بتقصر، وإن شاء الله في القريب العاجل سنرى أيضا المؤسسات كلها تشارك في عقد اجتماعات. ويجب هنا أن أنبه إلى أنه قصة الكورونا هذه اللي يعني ربطت البلد عم بتأثر سلبا على إمكانية اللقاءات الطويلة أو اللقاءات الجماهيرية الحاشدة اللي ممكن الخطباء من أمثال الدكتور يلقوا فيها كلماتهم ويشرحوا فيها يعني مجريات الأوضاع. طبعا بالنسبة لموضوع المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، على الأرجح أنه الحلقة القادمة ممكن أنه نحكي بالتفصيل عنها ونشرح يعني بشكل مسهب أكثر مشان الناس يعرفوا عن النشاطات اللي يشتغلوا فيها، واللي زي ما تفضلت أستاذ أزوقة بأنه يعني كانوا رؤساء المؤسسات الشركسية بالصورة منذ تأسست، وسيتم إطلاعهم على النتائج اللي وصلت لها المبادرة حتى الآن. يعني فعليا الوقت عم يتداركنا، فمشان هيك آخر سؤالين راح أطرح على كل من الضيفين سؤال. دكتور مجد الدين، بما أنه حضرتك يعني داخل بالعمل الحزبي وصرت مسجل ضمن حزب معين، كيف بتقيم الأحزاب والوضع الحزبي في الأردن في المرحلة الحالية؟ هل هي جاهزة فعليا أنها تقود العملية السياسية في الأردن وتقدر أنها تعمل التغيير اللي يرجى منها؟ دكتور تفضل. هي تجربة وبدنا ندخل فيها، بدنا نخوضها ونتفائل بالنجاح. يعني الأحزاب تمثل قيادات من المجتمع، قيادات مختلفة سياسية، اقتصادية، أكاديمية، فكرية، اجتماعية، وهذول الحقيقة يعني يمثلون أمل المجتمع في المرحلة القادمة. وهناك أعداد كبيرة من الناس التي تنضم لهم في مختلف الأحزاب
وزي ما حكينا انه يعني هناك ضوابط، هناك القياده الهاشميه الحكيمه والتوجيهات الملكيه والمتابعات الملكيه باستمرار، والمؤسسات الدوله المختلفه، وايضا الاعلام. يعني الاعلام على درجه كبيره من الوعي ويمارس نوع من الضغط والتوجيه في العمليه الحزبيه. هذا الحراك الحزبي، حراك تأسيس الأحزاب، حراك مبارك وحراك له مستقبل، وهو الذي سيقود المستقبل. الآن طبعا إحنا بهمنا أن القيادة المستقبلية لهذه الأحزاب تكون ناجحة وتكون كفؤة وتواجه التحديات اللي إحنا بنعيشها: المديونية، الفقر، البطالة، الاستثمار، كل هذه الأمور، ضعف المشاركة. وبهمنا جدا أنه ننظر لهذه التجربة الحزبية على أنه هي رافعة للمشاركة، يعني هي التي ستؤدي إلى أنه أغلب الشباب وأغلب الناس يشاركون في مواجهة التحديات ويشاركون في حل المشكلات، ليس فقط بالتذمر وليس فقط بالشكوى ومطالبة الحكومة أو الجهات الرسمية أنه تحل المشاكل. عليهم هم أنه يدخلوا المعترك وأنه يساهموا في حل المشكلات بأنفسهم أيضا. شكرا. دكتور، بدي أكمل برضو معك. يعني أحد الأخوة الأفاضل علق على الدعاية اللي نزلناها مشان تصوير هاي الحلقة، وحكى بأنه إحنا ما بدنا الأحزاب، إحنا مش معنيين بالأحزاب، وهو يمثل شريحة واسعة من المجتمع الشركسي اللي وحتى المجتمع الأردني اللي لفترة طويلة كانوا بتطلعوا على الأحزاب إنه يعني عبارة عن شيء سلبي، إنك تكون عضو بحزب معين. يعني في المجتمع كانوا يخافوا بأنه الواحد ما يتوظف حتى إذا إنه داخل بحزب معين، وحتى أولاده كمان هيك كان يقال إنه يعني ما بيشغلوهم كانوا إذا كان بينتمي لحزب، وكأنه الانتماء للأحزاب في البلد كانت شبهة. في مثل هذه المواقف موجودة، نعم، وهذه يعني وجهات نظر بدنا نحترمها، لأنه الديمقراطية تقوم على احترام الرأي الآخر وعلى التنوع في الأفكار والآراء. ولكن طبعا هناك وجهات نظر أخرى متحمسة جدا وبدأت في تشكيل أحزاب مختلفة، وبعضها يعني بالفعل تمت الموافقة عليه، والبعض الآخر عماله يستكمل الإجراءات. فإحنا بهمنا يعني أنه يكون في مظلة، وهذه المظلة هي الديمقراطية التي تتسع لكل التوجهات ولكل الآراء ولكل الاختلافات. ولكن النتيجة في النهاية متروكة للبرامج وفعالية البرامج والنتائج العملية. يعني إحنا ننظر إلى قطار، والقطار بدأ في المسير. كل واحد فينا بده يفتش على مقعد في هذا القطار. إذا انتظر، إذا تأخر، القطار سيبتعد، وبعد ذلك بده يلوم نفسه إنه أنا ليش ما استعجلت، ليش ما جيت، ليش ما أني شاركت، ليش كذا. فأنا أهيب بكل الشباب، كل المواطنين في العشائر الشركسية وفي العشائر الأردنية بشكل عام وفي المجتمع الأردني بشكل عام، إنه على الكل أن يشارك لإنجاح التجربة، لأنه عدم نجاح التجربة فشل ليس فقط للأحزاب، وإنما فشل للذين لم يشاركوا أيضا. شكرا. أستاذ أزوقة، بدي أسأل يعني سؤال أخير لحضرتك. هل مجتمعنا الشركسي جاهز للتغييرات السياسية؟ هل هو قادر على أنه يواكب هذه المرحلة ويكون له دور فاعل؟ وطبعا مجتمعنا الشركسي كان دائما في الأردن من المجتمعات المبادرة، لكن بالنسبة لهذه التجربة ما رأيك؟ هل هو جاهز؟ تفضل.
يا سيدي، نظرة إلى الأداء الشركسي في مجالس النواب المتعددة. لو بدأنا من البداية من العشرينات للقرن الماضي، كان هناك شمس الدين سامي رحمه الله الذي سجل مواقف رائعة في النضال ضد المعاهدة البريطانية الأردنية. بعد ذلك جينا للجيل المعاصر، شفنا الأخت توجان فيصل واللي كانوا يسموها نجمة الانتخابات على أدائها الرائع، وهي أول امرأة تدخل البرلمان الأردني. بعد ذلك إجا الزميل والأخ الصديق منصور سيف الدين مراد، واللي كشف عدة ملفات كان الآخرين يعني يخافوا يكشفوها. بعدين إجا زميلنا المرحوم الدكتور روحي شحلتو اللي كان أداؤه رائع. طبعا هذول نواب معارضة، ولكن حتى النواب الموالين مثل الله يرحمه منير صوبر، ومثل شيخنا خير الدين هاكوز، يعني شاركوا في عدة لجان وترأسوا عدة لجان، وكان أدائهم حقيقة مشرف في خدمة هذا البلد. لذلك أقول إنه إحنا مهيئين فعلا وقادرين كشراكسة على الإبداع. ليش؟ الشركسي لا يعرف الخوف على الإطلاق، والشركسي معروف عنه الاستقامة، وهذا شرف لنا نحمله منذ أن وطأنا أرض هذه البلاد الطاهرة. لما بيشتغل بيخلص، لما بتأمنوا على شغلة بيساويها. فبالتالي لما نحن نصير نقتنع بأنه هذا العمل السياسي الحزبي اللي بيوصل للنيابة، ومن النيابة بيعين وزراء، راح نلاقي أنه مصلحة كل فرد في المجتمع الشركسي تتطلب منه ومن إخوانه وأخواته أن يعمل لإنجاح هذا المشروع. لأنه لأول مرة، ونحكيها بكل صراحة، يتوجه الشعب الأردني إلى الإمساك بمقاديره وإيصال من يريد ومن يستحق إلى قبة البرلمان. فالشركس أقدر من غيرهم فعلا على النجاح في هذا الموضوع بعد أن يقتنعوا بجدوى هذه الحياة البرلمانية الحزبية الانتخابية القادمة. شكرا جزيلا. يعني لسه في جعبتنا مزيد من الأسئلة، ولكن الوقت تداركنا، وقد يكون هناك لقاءات أخرى مع حضراتكم. استمتعنا بوجهة نظركم، ونأمل أن نلتقي معكم في حلقة أخرى. شكرا جزيلا أستاذ محمد أزوقة والدكتور مجد الدين قمش، كل الشكر والتحيات لكم، وعلى أمل اللقاء معكم في حلقة أخرى. أعزائنا المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى. السلام عليكم. شكرا لقناة نارت وكل القائمين عليها، والشكر لكم. نعم، تسلم، شكرا لكم.